فطور العيد بعد ما خلص شهر رمضان الحمد لله بالخير والطاعات، والله تقبل طاعاتكم. لفيت اليوم بعد صلاة العيد، صليت بمسجد العبدلي، نزلت على وسط البلد، ما لقيت ولا مكان بناسبني للفطور. بعد هيك ضليتني جاي على الصوفية وندليت على المكان اللي كثير مرتب، بيعمل خبز فكاشة وسوردو ومخمر تخمير طبيعي. تعالوا نفطر مع بعض، وراح نبلش بالفكاشة مع الجبنة والزعتر، وبنقول بسم الله. ما شاء الله طعمها عن جد زاكي، والفكاشة مخمرة تخمير طبيعي. وتفضل يا أم أيمن. وصار بدها قهوة، وبعد القهوة سندويشة الروست بيف. والروست بيف عندهم من مصدر موثوق جدا، يعني اللحمة لحم طبيعي صافي، بيجي فيها أعلى كواليتي من جبنة، من الطماطم، من مكونات كاملة. ما شاء الله انفجار نكهات من اللقمة الأولى. هاي الكواليتي لازم أدلكم عليها. ومن التحلاي صراحة احترت قد ما عندهم شغلات وأصناف كثير مميزة. بس أكثر إشي لفتني الألمون كرواسان. كرواسان بيكون معها عجينة الألمون ومن فوق كمان ألمون، وكثير متحمس للطعم. بسم الله ما شاء الله. هاي الكواليتي عن جد انتم لازم تعرفوا عنها. وكنا متعودين من السميد بينعمل معمول العيد، لكن عندهم كعك يوناني معمول من السميد اسمه ملا مكرون. الحمد لله الله يديمها من نعمه ويحفظها من الزوال. فطور اول يوم عيد كان جدا مميز من كراست، وبعد يوم طويل بدون اي نوم صلينا صلاه العيد والحمد لله. والله يتقبل طاعاتكم، وكل عام وانتم بالف خير.